نحن وصل لنا الآن المعلومة العالمية وهي مسمى بالصحون الطائرة. هذه الصحون الطائرة اللي شافوها الناس في أمريكا ونحن في الجزائر شفناها. ونحن مرة في 1990 في جامعة عنابة في سيتي دوميلي نزلت مركبة فضائية يعني صحن طائر، وعندما نزلت وكان كل الطلبة شافوها، عندما نزلت راح الضوء في كل سيتي ثم قعدت برهم للزمن ثم انطلقت في السماء. هذه ليزيكستراديريست هي موجودة في كل البحوث التي قمت بها، هي موجودة. ظهرت في أنغولا، ظهرت في سويسرا، ظهرت في نظن في صحراء كوبا، ظهرت هذه الأشكال كلها موجودة. حتى في صحراءنا هنا ظهرت بعض الأشكال اللي لحد الآن الناس الصحراويين أصحاب الخيم شافوها، ولكن اليومنا هذا أنا أربطها دائما بقوة الله سبحانه وتعالى وقدرته في أن خلق هذا الكون. إذا جزمنا أن كائنات فضائية نزلت في التصل، وذلك يفسر وجود صور بعض المخلوقات الغريبة التي ترتدي حللا فضائية، فلماذا فعلوها منذ 20,000 سنة ولم يكرروها ثانية؟ ولماذا لم يظهروا إلى غاية اليوم؟ كل ما تم الآن مشاهدته وتم الحديث عنه أنه يدخل في إطار تجارب علمية وتكنولوجية لأنظمة متطورة في إطار الحرب الباردة بين روسيا وبين أمريكا. هذا تقديري أن كل الدلائل العلمية الآن تدخل في إطار سرية تامة وفي إطار المعطيات السرية التي تتحفظ عليه القوتين روسيا وأمريكا. فظهرت نظرية أخرى تقول إن ما حدث هو السفر عبر الزمن، أي أن أحد الأشخاص في المستقبل اخترع آلة الزمن وانتقلت به إلى ذلك الماضي، أين قام أناس تلك المرحلة التاريخية القديمة بتجسيد زيارته في كهوف التصل. هذه الأسفار عبر الزمن هي حقيقة، لكن هل هي حقيقة بالإمكان أن تحدث بين العوالم الأخرى والكائنات الأخرى والجنس البشري؟ المعلوم قائمة مع الملائكة، قائمة مع الجن، لكن هذه كلها هي في أزمنة وفي سرعات خارج سرعات الكونية الأرضية وخارج الزمن الكوني الذي نعرفه. السفر عبر الزمن جملة يتهم قائلها عادة بالجنون أو الخيال الواسع، حيث تقترن دائما في مخيلاتنا بأفلام الخيال العلمي التي نعتبرها مستحيلة الحدوث. هي المركبات التي تنطلق بها الجن وينطلقون بسرعة رهيبة جدا، ومستحيل أنس يوصل هذه السرعة لأن هذه السرعة كبيرة جدا، وعندما الإنسان يمشي بها قد يحترق. أو لماذا؟ لأن هناك تعرف العلاقة أو جامسي وكاري، إذا مشينا نحن بسرعة الضوء تتحول الكتلة إلى طاقة. فيه ما يسمى بنظرية النسبية للزمن. كلما أسرعنا في الفضاء كلما تقلص الزمن، ويمكن بهذه الظاهرة اللي خاصة بالزمن أن يقلص الزمن ويسمح لحضارات أن تلتقي بحضارات أخرى إن كانت فعلا موجودة. أينشتاين إنه كلما اقترب الإنسان من سرعة الضوء كلما تباطأ الزمن، وعندما يتباطأ الزمن بمقدار معين فحينها يمكن للإنسان أن يسافر آلاف السنين إلى المستقبل. Je sais qu'il y a des physiciens de haut niveau اللي هضروا على هذا الشيء هذا، منهم كاين يقولوا له لو بون Einstein-Rosen, c'est-à-dire il y a un passage ou des tunnels cosmiques ou des ponts cosmiques où il y a un passage de notre monde à ce monde-là. Mais nous, en tant qu'entité atomique, il nous est impossible d'effectuer ce déplacement de notre monde vers l'autre monde. إذا كان هذا لم يحدث لأي كان في هذا الزمن، فما هو تفسير حادثة الإسراء والمعراج في الدين الإسلامي؟ حادثة الإسراء والمعراج هذه الآن فيها جزئين، فيها الإسراء من مكة إلى بيت المقدس، ومعنى ذلك هذا السفر في الزمن الأرضي أو في الزمن الكوني، وهناك السفر في الزمن الثاني وهو المعراج إلى سدرة المنتهى. فهذا المعراج
أنه وصل النبي عليه الصلاة والسلام وعرج به جبريل كل هذه المسافة، معنى ذلك تجاوز الكون الأرضي وتجاوز الأكوان المتعددة ووصل إلى سدرة المنتهى. رغم أن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي أكرمه الله بهذه التجربة الفريدة منذ 14 قرنا، إلا أن هناك من يتحدث عن أدلة أخرى للسفر عبر الزمن في أمكنة وأزمنة أخرى في العالم. يعني نهار سبأ يعني بلقيس نقل في عهد سليمان الذي أوتي من العلم قيل هو ليس من الجن هو إنسان. هذا التسخير في حد ذاته هو نقل شيء من مكان إلى شيء. نحن نعلم نحن في لاميتين كونتيك عندما انتقال أي مادة بسرعة الضوء تتحول إلى طاقة، هذا نعرفوه نحن الآن، والآن معروف، يعني هذا معروف. أم الرجوع من طاقة ترجع إلى كتلة، هذا سؤال ما وصلونوش الآن العلماء. في 2014 أنه علماء في أمريكا تمكنوا من إجراء تجربة وتحدثت عليها بشكل يعني ملفت للانتباه يعني كل الدوريات العلمية والصحافة، على أن العلماء تمكنوا من البرهنة التجريبيين على إمكانية السفر في الزمن للفوتونات. قد يبدو الأمر غريبا وغير قابل للتصديق، لكن ألا تعد مشاهدة امرأة تتكلم بالهاتف الخلوي في فيلم لشارلي شابلن يعود إلى عام 28 900 وألف أمرا غريبا ومذهلا؟ كيف نهز نحن مثلا شخص من أمريكا، الآن الصورة تنتقل، الصورة تنتقل عن طريق من أمريكا، الآن نقدر نتكلم من هذا المكان، نقدر الآن نشوف أمريكا مباشرة. أما الجسم في حد ذاته عندما يسير بسرعة الضوء ينتقل إلى طاقة، هنا هل ترجع الطاقة إلى مادة؟ هذا هو الرجوع صعب جدا، ولحد الآن ما عندناش أدلة علمية في هذا المجال.